إذن مشاهدينا، نحن نتابع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفقة خادم الحرمين الشريفين إلى معرض الفن المعاصر في الديوان الملكي. هو يقف الآن أمام صورة للحرم المكي ويستمع إلى شرح عنها. هذا الفن الذي يعني يراد أن يوحد الشعوب وأن تكون له بصمة في نقل الثقافة والحضارة من وطن لآخر. يعني سيد إبراهيم، هناك أمور مشتركة أو ربما تفهم من شعب لآخر، ثقافة تنتقل دون ما يعني حواجز كبيرة جدا، مثل هذا الفن المعاصر ما بين يعكس صورة المملكة العربية السعودية، النهضة التي شهدتها خلال السنوات الماضية. إلى أي مدى يمكن أن يرسخ لأرضية مشتركة قد تتقبل الآخر برغم كل شيء وتحترم ثقافته؟ كما تعلم، الثقافة هي يعني مكون أساسي في العلاقات بين الشعوب. أي شعب لا تربط به ثقافة بأي شكل من الأشكال تعتبر هناك حلقة مفقودة في علاقتك معه. المملكة العربية السعودية عندما يقام مثل هذا المعرض، وكما رأينا في جولة خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي، وتوقف خادم الحرمين الشريفين عند صورة معبرة وقوية وهي صورة الحرم المكي الشريف، وتوقف الملك أمامها والشرح لفخامة الرئيس، هذا من الأشياء المهمة جدا في المملكة العربية السعودية، وهي نقل الصورة العربية الإسلامية في مثل هذه المشاهد. وربما هي من أحد الأسباب الرئيسة التي دعت ترامب لأن تكون الرياض محطته الأولى، كونها تشرف على يعني على الحرمين الشريفين، وأيضا تتزعم العالم العربي والإسلامي، فلخصوصية المكان ربما والجغرافيا دي. ولذا يعني أنا أعتقدها حركة ذكية جدا بأن تكون هذه اللوحة التشكيلية الجميلة التي عرضت في هذا المعرض أن تكون هي اللوحة الأولى التي يتوقف عندها خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي.